إذا كنت من متابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو مع تفعيل الجرس. بعث الملك محمد السادس رسالة إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جاء فيها: بصفتي رئيسا للجنة القدس أود أن أنقل إلى فخامتكم انشغالي الشخصي العميق والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء الأخبار المتواترة بشأن نية إدارتكم لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها، وإن من شأن هذه الخطوة أن تؤثر سلبا على آفاق إيجاد تسوية عادلة وشاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإن المملكة المغربية الحريصة دوما على استتباب سلام عادل وشامل في المنطقة لا يراودها شك في التزامكم الشخصي بالسلم والاستقرار بالمنطقة وعزمكم الوطيد تفادي ما قد يعيقه بل ويقضي عليه نهائيا. كان تعبير قوي لجلالة الملك بصفة أمير للمؤمنين ورئيسا للجنة القدس عن انشغاله العميق من تداعية المساس بوضعية القدس الشريف. كيف قرأتم الأبعاد التي حملها في ثناياه الاتصال الهاتفي لجلالته مع الرئيس الفلسطيني والمتضمنة أيضا في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ فعلا ما جاء في الخطاب الملكي الموجه إلى الرئيس ترامب وكذلك في المكالمة الهاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية نلاحظ في آن واحد أن هناك خطاب تضامن وتحذير. خطاب التضامن موجه بالضبط إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من الاحتلال ومن عملية العزل لكل الضفة الغربية تقريبا وخاصة مدينة القدس، ويتم هذا عبر جدران العار التي تنصبها السلطات الإسرائيلية، تقتيل الفلسطينيين إلى آخر ذلك من المظاهر. لكن في نفس الوقت هو خطاب تحذير موجه للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بعزمه، لأن الرئيس الأمريكي اتصل اليوم على الأقل ب4 رؤساء في منطقة الشرق الأوسط، لا حاجة إلى التفاصيل، ليقول لهم إنني قررت أن أعتبر بأن القدس عاصمة لإسرائيل. وهذا الشيء من الناحية التاريخية يجب أن نحدده، لأنه في سنة 1995 ونتيجة للضغوط التي مارسها اللوبي الصهيوني داخل الكونغرس الأمريكي تمت الموافقة من طرف الكونغرس على هذا الموقف المتعلق بجعل القدس عاصمة لإسرائيل واعتراف بها وبالتالي نقل السفارة. لكن كل الرؤساء الأمريكيين ابتداء من رئيس ريغان مرورا برئيس بوش إلى كلينتون إلى أوباما إلى غيره كانوا دائما، لأنه في القانون الأمريكي والدستور الأمريكي هناك إمكانية عندما يتخذ الكونغرس قرارا معينا أن الرئيس بإمكانه أن يلجأ إلى تمديده لمدة 6 أشهر دون أن يتم تنفيذه. وهذا ما حدث لدى كل الرؤساء الأمريكيين بما فيهم ترامب في بداية ولايته مدد هذه العملية، لكنه الآن بإعلانه الصريح هذا ربما يعد لشيء خطير قد تعرفه المنطقة. وأعتقد أن جلالة الملك في رسالته بالخصوص أكد على عدة عناصر تهم الخصوصية الدينية والهوية التاريخية وكذلك الرمزية السياسية. أولا فيما يتعلق بالخصوصية الدينية، نحن نعلم أن القدس هي مهبط الرسالات السماوية، وهي بالنسبة للمسلمين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي كذلك في نفس الوقت مكان للعبادات حتى بالنسبة للمسيحيين والإسرائيليين. وبطبيعة الحال تهويد مدينة القدس وجعلها عاصمة لإسرائيل سيؤدي إلى المساس بهذه المكتسبات على المستوى الديني. فيما يتعلق بالهوية التاريخية، القدس كذلك منذ أن استرجعها صلاح الدين الأيوبي وهي تعتبر مدينة تخضع أو للسيادة الإسلامية في إطار فلسطين، وكانت دائما مهدا للتعايش والسلام بين مختلف الديانات ومختلف الحضارات. ما تقوم به إسرائيل الآن ضرب لهذه الهوية التاريخية التي عاشت في ظلها القدس. أكثر من هذا وذاك هو ضرب كذلك للرمزية السياسية، لأن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين أصبحوا يعتبرون أنها عاصمة لهم، وجاء حل منتظر في إطار القانون الدولي وهو إمكانية أن تكون القدس الغربية للإسرائيليين والقدس الشرقية كعاصمة أساسية لفلسطين. وهذا أصبح من بين الخطوط الحمراء التي لا يمكن لا للفلسطينيين
ولا للمسلمين أن يتراجعوا عنه. نعم، إذن جلالة الملك أشار كذلك إلى دقة المرحلة التي تمر منها منطقة الشرق الأوسط، فما تأثير أي تغيير محتمل على الوضع القانوني والسياسي للقدس على جهود إحياء عملية السلام؟ بطبيعة الحال الوضع القانوني سيتغير ويتأثر بقوة لسبب بسيط، وهو أن الولايات المتحدة تعتبر راعيا أساسيا لعملية السلام في الشرق الأوسط منذ بداية هذا النزاع بحكم مركزها كقوة استراتيجية إلى آخره. لكن موقفها هذا سيؤدي إلى تناقض جوهري في موقفها وحتى في موقف رئيس ترامب شخصيا، لأن رئيس ترامب منذ جاء إلى الحكم أولا قال بأنه سيعمل جاهدا بإرادة قوية على التوصل إلى حل عادل ومنصف للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ثم من جهة ثانية أصر على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار وتفادي مضاعفات الإرهاب. ما يقوم به الآن ضرب للجانب القانوني والمسألة المرتبطة بالاستقرار والسلام، بحيث كيف يعقل أن تقوم الولايات المتحدة بمثل هذه الخطوة لتضرب عرض الحائط كل التراكمات التي حققها المجتمع الدولي من ابتداء من مجلس الأمن منذ القرار 242 إلى كل القرارات الموالية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل حتى الاتفاقيات التي وقعت بين الإسرائيليين والفلسطينيين. اتفاق أوسلو ينص على أن قضية القدس تدخل فيما يتعلق بمواضيع المرحلة النهائية التي يتم مناقشتها بين الأطراف بعد التوصل إلى تقدم في المراحل الأخرى. إذن هذا النوع من التطور سوف يشكل منعطف بالنسبة للموقف الأمريكي ومنعطف بالنسبة للوضعية الواقعية لهذه المدينة التاريخية. نعم أستاذ تجدين، لجنة والقدس برئاسة صاحب الجلالة تطلع أيضا بدور حيوي وفاعل لحماية الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة والمحافظة على طابعها الروحي والحضاري. ما المنتظر اليوم من المنتظم الدولي لمواكبة هذه الجهود كي تظل القدس أرضا للسلام والتساكن بين الأديان؟ أعتقد أنه اليوم نحن في إطار العولمة وفي إطار مجتمع دولي شبيه بالقرية الشمولية Global Village، وفي هذا الإطار المجتمع الدولي بكل أطيافه هو مدعو اليوم للتحرك سريعا لمواجهة هذا التحول الخطير، لأن شعوب المنطقة التي أصبحت اليوم وكما يقول جلالة الملك في رسالته أصبحت تشعر بنوع من الغبن والإحباط وكذلك من وضعية هشة تعيشها كل دول المنطقة بدون استثناء. كل هذا سيؤدي إلى تأجج بطبيعة الحال للعنف وإلى تفجر لصراعات ومواجهات جديدة وربما حتى أعمال عنف خطيرة، وستكون إسرائيل والولايات المتحدة هم المسؤولان بصفة أساسية عنه، لأن ما يحدث خطورته تكمن في أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة للأسف تطورت من علاقات تحالف استراتيجي كما خطط له الرؤساء الأمريكيون السابقون إلى وضعية تماهي واندماج في المواقف، وتوحيد المواقف هذا خطير إلى أبعد الحدود. أعتقد أنه اليوم دعوة الجامعة العربية المفردة للاجتماع لا يكفي، حتى منظمة نحن نعلم أن منظمة التعاون الإسلامي وكانت سابقا منظمة المؤتمر الإسلامي لم تنشأ إلا بسبب القدس نتيجة لإقدام الصهاينة على إحراق المسجد الأقصى في سنة 1969. آنذاك دعا العاهل الراحل الحسن الثاني إلى عقد مؤتمر للقمة الإسلامية وهناك انطلق. اليوم وكما يقول جلالة الملك في رسالته وهو يتحدث إلى الرئيس الأمريكي ليس فقط بوصفه أمير المؤمنين أو ملك المغرب، ولكنه يتحدث بوصفه رئيسا للجنة القدس التي تمثل مشاعر أكثر من مليار من المسلمين، وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، يعني تقريبا ثلث أعضاء الأمم المتحدة. وبالتالي اليوم هذه المنظمات الإقليمية من واجبها اليوم أن تتحرك، وسواء في منظمة الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي وكذلك أصدقاء العالم العربي الإسلامي. الآن سمعنا خطابات من طرف الرئيس الفرنسي، من طرف بوتين، من طرف عدة قيادات في الدول الغربية هي الأخرى. اليوم يجب أن يتحقق نوع من التحالف الدولي ضد هذا المصير المجهول الذي أصبحت تعرفه أولا القضية الفلسطينية وقضية القدس بالأساس، ثم قضية السلام العالمي والاستقرار والأمن في المنطقة. أستاذ تجدين، تحذير إذن من تداعيات تغيير وضع القدس وتجديد المملكة لدعمها وتضامنها الدائم واللا مشروط مع الشعب الفلسطيني الشقيق. كيف تسهم الدبلوماسية المغربية بثقلها على الساحة الدولية في الإبقاء على محورية القدس كقضية مركزية ضمن الوضع النهائي لحل الدولتين؟ فعلا الدبلوماسية المغربية لها وزنها ذو أهمية استثنائية في هذا المجال، أولا بوصف جلالة الملك رئيسا للجنة القدس،
ثم ثانيا بوصف المغرب أصبح اليوم في منطقته الإقليمية بمثابة قوة ناعمة لها صوتها المسموع. وأعتقد أنه الآن بإمكان المغرب أن يقوم بعمل دبلوماسي واسع الآفاق سواء في محيطه الإفريقي، ونحن على مرحلة غير بعيدة من انعقاد مؤتمر القمة الإفريقي. إذا كنت من متابعينا الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو مع تفعيل الجرس.